وهم سيئين يفوزوا وهم اقوياء يفوزوا وهم من غير شخصيه يفوزوا. لين متى يا برشلونه يا اخي؟ تعثر يا اخي بالتعادل اقل شيء. انت ما عندك غير الاحتفاليه هذه، كل مره عند الكاميرا سوالك كذا، ايش بك؟ والله يا اخي رافينيا حاسم بشكل مو طبيعي، ايش هذا كذا صار كريستيانو. عارف الحركات هذه بيدري اليوم جالس يسوي انيستا في الملعب، شوف انا ترى صرت خليفتك يا والله مو طبيعي. لكن هذا المفاجاه كذا تحسه تحول فالفيردي، صار ظهير يلعب، دفاع يلعب، وسط يلعب، وكل شيء. هذول ايش يخليهم يفكوا الصداره دحين؟ هذا الفرق لما يكون معك مدرب مرعب زي فيليك، لما يقول كلمه واحده اللعيبه غصبا عنهم ينفذوها. اولهم الدلخ ذا ما صرنا نشوفه حتى. يا رجل انت تتعادلوش، انت تخسروش، انت تتعادلوش. ما حدش يستنى برشلونه يتعادلوا الموسم، هيطلع العقاب. بدي احط صورة شعار برشلونه اسبوع كامل على صورتي، اسبوع كامل. ما بدي اتحداكم يا زلمه، انتم مستحيل تخسروا الموسم هذا كامل، ولا مباراه بالدوري بتخسروا، والله انتم مو طبيعيين يا اخي. خلاص اتعذروا زهقنا، اتعذروا. اقسم بالله بطلوا يعرفوا حتى طعم التعادل وحتى طعم الخساره ولا شيء، بس فوز بس فوز بس فوز بس فوز 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 فوز. حلو عندي، الله لا يسامحك رافينيا. بس لكم شنو هذا؟ برشلونة ما يخسر ما يتعادل، قبلوني رافينيا رافينيا رافينيا، ولكم هذا كارثة. والله العظيم خبروني ما يخسر ما يتعادل، يسجل رافينيا يسجل رافينيا، حتى ما بسسونه. بعد شنو يقدر ياخذ الصدارة من هذولا؟ بعد من يقدر ياخذ الصدارة؟ اخذوا الصدارة مثلك هما تشافي الونسو، مثلك تخسر وتتعادل. حتى الكهرباء طفت، حتى الكهرباء. هول ما بدهم يخسروا، هول ما بدهم يخسروا، نعم يا زلمه ما بدهم يخسروا. شو هيدا رافينيا كمان قلب عفريت حط جولين يا زلمه، شو هيدا رافينيا قلب عفريت، شو هيدا يا زلمه، شو هيدا برجع. ما بدكم تخسروا، وصلنا الدقيقه 70 منكم اكلي ما عم تحطي ولا جول، قلت خلص حيتعثروا ورجع رافينيا حط لك جول. شو هيدا يا زلمه؟ قل عني يا زلمه، قل عني يا زلمه. يا مثبت العقل، يخرب بيتك يا رجل، يخرب بيتك يا رجل، شو هالهدف؟ هبلتوني هبلتوهم دوختوهم. يخرب بيت برشلونة من بعد عودة رافينيا ولامين يامال وبيدري من الإصابة. برشلونة أصبحوا عفاريت، عفاريت يا رجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ما حدا قادر يوقف برشلونة. يخرب بيت ام الجنون، أكاد أنجن أكاد أجن مشان الله يا رجل. البرشلوني ايش بيك فرحان وخبصتنا خبص؟ ترى انت قدرتك على هاي الافرق اسسونه، لان الافرق المحليات انت بدوري الابطال كل شيء ماكو. عشاق نادي ريال مدريد ضحكوا عليهم وي، والبرشلوني بطلها مال 2-2. ايش بيك ما شايف؟ ولو انت صدق ماني شايف، ما شايف، محروم من هاي السوالف. شو وقت يصير عندنا لاعب مثل رافينيا يا اخي، لاعب حاسم، لاعب متميز، لاعب شايل الفريق، شايل برشلونه هيك على شتافه اثنيناتهم، لاعب برشلونه بدون يعني الصراحه بدون جناح، برشلونه بدون جناح. رافينيا يغيب برشلونه يطفى، رافينيا يظهر برشلونه يشع ينور. رافينيا سجل هدفين على اوساسونا واخذ 3 نقاط، هو جاب لهم 3 نقاط، رافينيا جاب لهم 3 نقاط. لك شنو هذا رافينيا مصيبه، هذا رافينيا نيالكم برشلونه على هذا رافينيا. هذا مو حرام، مو حرام الى الان الكره الذهبيه ما ماخذها. هذا هسه تجيب الكره الذهبيه وتنطي له اياها. خلص يا راجل خلص، قسما بالله انا بحبك وبحبكم انتوا الاثنين وبحب اللي بيحبوك. خلاص اتحسمت يا باشا ال3 نقط، اغلى 3 نقط في الموسم. فعلا ماتش ابن جزمه يخرب بيت ام اساسونا، بيلعبوا بال100 لاعب مدافع. الله عليك يا رافينيا، قسما بالله انا بعشق الدفيره بتاعتك دي. اللي بيحصل ده مش طبيعي وغير منطقي اصلا. رافينيا بيسجل هدفين المباراه وفي النهايه لامين يامال رجل المباراه. شايف دايما ان الراجل ده مظلوم. رافينيا افضل لاعب في برشلونه مع بدري ولامين يامال بعدهم، ولكن دايما رافينيا مظلوم، سواء في رجل المباراه في لاعب شهر في افضل لاعب في برشلونه، دايما رافينيا مظلوم. الهدف الاول بيسجله بعد تمريره من بدري مضغوط عليه ب2 من ورا و2 في وشه، ولكنه بيسددها ما بين كلهم وبيسجل الاول لبرشلونه بكل سهوله. والهدف الثاني هديه من المدافع، اسيست احسن من اسيستات ميسي بيلعبها الرافينيا امام المرمى الخالي وبيسجل. برشلونه ده ولا بيتعثر ولا بيخسر ولا تعادل ولا اي حاجه، ما يعرفش غير الفوز. 43 نقطه من 17 مباراه، وربنا يسترها علينا بكره ضد ديبورتيفو الافيز. لو وصلت معنا لغايه هنا ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديده مننا، والسلام.